اولا كلامي موجه للكراغله وخونه الداخل والمشككين بصفه عامه. بعض الظروف المناخيه اللي عرفت بلادنا في العرائش وقنيطره سيدي قاسم وسيدي سليمان، وبعد ما كان هناك تدخل فوري لجميع السلطات على اعلى مستوى لاجلاء المتضررين الى مراكز امنه، ما شفناش الخونه اصحاب الشعارات الفارغه هضروا على الكارثه ولو يساعدوا حتى بالدعاء. لكن المتضررين لهم رب يحميهم ويرحمهم، ولهم ملك يتألم إذا تألم الشعب. وبالفعل خص الصاحب الجلالة مبلغ 3 الملايير ديال الدرهم أي 300 مليار ديال السنتيم للأشخاص المتضررين بوضع برنامج واسع النطاق كالتالي: إعادة المساكن المنهارة والتعويض عن فقدان الدخل، مساعدات عينية فورية، تلبية الحاجيات الأساسية للساكنة، دعم الفلاحة ومساعدات مباشرة للمزارعين ومربي الماشية. بالنسبة للبنية التحتية تأهيل الطرق والشبكات الأساسية وإصلاح البنيات الهيدروفلاحية.